اللي قدامكم ده ديف عنده 36 سنة، بيشتغل ميكانيكي وانفصل من فترة طويلة عن إيمي أم ولاده. والحقيقة إن ديف جرب طعم الحرية، عشان كده قرر إن هو يقضي الفترة اللي جاية بدون جواز، يعني ياخد فترة كده راحة من الجواز لحد ما يبدأ إن هو يفوق ويبدأ يفكر في الارتباط مرة تانية. وقابل على موقع مواعدة واحدة اسمها ليز دي كان عندها 42 سنة وكان عندها شغل أو بيزنس خاص بيها. ليز كانت مليانة حيوية ومرحة وبتدي طاقة لأي مكان تروحه، فديف ابتدى إن هو يتعلق بيها. ولمدة 6 شهور فضلوا يخرجوا، ولما لقاها بدأت تتعلق بيه هو كمان، فحاول يفهمها ان هو لسه مش جاهز وان هو مش بيدور على علاقة جدية، هو بس حابب ان هو ياخد وقت كده يريح فيه من انفصاله. ومن وقتها وديف وليز اتفقوا ان هما تبقى علاقة صداقة. وعشان ديف وليز مروا بتجربة انفصال قبل كده والاتنين عندهم اطفال من نفس السن تقريبا، علاقتهم بقت قوية وكانت صحوبية اكتر من اي حاجة تانية. والدنيا كانت 100 فل و10. وليز كانت بتشوف ديف كل يوم حرفيا، لدرجة انها كانت بتروح معاه المواعيد اللي بيشوف فيها ولاده، وشكلها كانت حاطة حاجة في دماغها غير اللي هم اتفقوا عليه. وفي يوم اثناء ما كان ديف في الشغل بتاعه في الورشه، دخلت واحده عايزه تصلح عربيتها. ديف اعجب بيها جدا، وواضح كمان ان هي اعجبت بيه، بس الموضوع ما تعداش النظرات بين الطرفين وخلاص. وتلف الايام وديف يدخل على واحده من مواقع التعارف، وشاف الست اللي جت تصلح عربيتها عنده من فتره، وقال دي علامه يا مارد. كلمها وفكرها بنفسه ولقى ان في قبول من ناحيتها، فاتفقوا ان هما يخرجوا يتعشوا مع بعض. الست دي خلينا نسميها كاري او كاري المجنونه، وهتعرف ليه سميناها كده كمان شويه. كاري برضو كانت ام عزباء، عندها ابن مراهق وهي كان سنها 37 سنه. كانت حلوه وبتشتغل في البرمجه، يعني كانت شكلها مقبول يعني. المهم ان ديف كان معجب بكاري جدا، وكمان كاري كانت معجبه بديف. ولما خرجوا مع بعض في ميعاد تاني، حس ديف ان هو لقى اللي كان بيدور عليه. ولكن برضو ديف عشان كاري ما تفهموش غلط، حاول يوضح لها الموضوع وان هو لسه مش بيدور على علاقه طويله المدى، عشان هو لسه خارج من علاقه طلاق ولسه مش جاهز. والفكره عجبت كاري جدا، وقالت له ان هي كمان مش بتدور على ارتباط دلوقتي، فاحسن ان احنا ناجل الموضوع ده. ولكن اثناء ما كانوا بيتعشوا، تليفون ديف كان عمال يرن 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 يرن، واللي كانت بتتصل بيه هي ليز. وقتها ليز ما قالتش بالظبط هي عايزه ايه، والصراحه كمان ديف ما ادهاش فرصه للكلام، وقال لها ان هو في ميعاد بره ولما يكون فاضي هيكلمها. طبعا انت اكيد ممكن تاخد بالك ان دي ذوق او كسرة قلب او طحن مشاعر وهكذا، ولكن اللي اتفقوا عليه ان هم كانوا اصحاب عادي، فما يكونش فيه توقعات زياده يعني. نرجع بقى لديف وكاري. الاتنين دول بعد ما خلصوا قرروا ان هم يعدوا على بيت ديف عشان يكملوا اكل هناك، ومعلش نمشيها اكل يعني. ولكن هناك حصلت مفاجأة غير متوقعة ابدا. ديف وكاري لما دخلوا البيت لقوا ليز في الشقة، وواضح كمان انها كانت بتعيط، وقالت لهم انها نسيت حاجة وجت تاخدها. طبعا مستنيين اقول لك ان هم مسكوا في شعر بعض واتخانقوا والكلام ده، ولكن الحاجات دي ما بتحصلش الا في الافلام المصري بس. الامريكان ما عندهمش الكلام ده لان هم بيكيدوا في صمت. والحقيقة ان الموقف ده كان اقل من العادي، وما كانش باين على اي واحدة فيهم انها متضايقة، وكل واحدة فيهم كانت فاهمة كويس ان ديف ده مجرد شخص في حياتها عادي، وان هو مش حاجة جدية. المهم بقى ان كاري وليز ما اتكلموش مع بعض خالص يومها، وتقريبا شافوا بعض لمدة 10 ثواني بس. وطول الاسبوعين اللي بعد كده ديف وكاري كانوا بيتقابلوا كتير، وبقوا يقضوها مع بعض معظم اليوم، وليز ما كانتش في الصورة خالص. وفي يوم 12 نوفمبر 2012 ديف وكاري قضوا اليوم سوا، وتاني يوم الصبح كاري راحت الشغل مباشرة من عند ديف. واثناء ما ديف كان في الشغل وصلته رساله من كاري بتقول له ان هي قررت انها تيجي تعيش معاه. ديف استغرب جدا وقال في نفسه ايه الجنان ده، انا قلت لها ان احنا مش جد دلوقتي، وان هم اتكلموا في الموضوع ده قبل كده وقالوا هيخلوا العلاقه تمشي طبيعيه وببطء. وديف بعت رساله قال لها ان الموضوع لا مش دلوقتي، وان احنا نستنى شويه نخلي كل حاجه تاخد وقتها الطبيعي. وبعد الرساله دي عينك ما تشوف الا النور، وبدا بقى الجنان الحقيقي. كاري المجنونه دي فضلت تبعت لديف رسائل غريبه كلها تهديد وشتيمه، وقالت له انها ما بقتش عايزه تشوفه تاني ولا تقابله، وان هو شخص لعوب وكذاب، وان هي بتكرهه، وان هي اصلا مرتبطه بحد تاني. ولكن ايه اللي حصل لكل ده؟ ايه التحول الغريب ده؟ محدش عارف. حتى ديف نفسه كان مستغرب جدا وحاول يتواصل معاها، ولكن ما كانتش بترد عليه. ولما بيبعت لها بيلاقي ردود غريبه منها، اللي هو ديف افتكر انها خلاص بتحاول تنهي العلاقه. ما كانش عنده اي فكره عن اللي كان مستنيه. كاري فضلت تبعت لديف رسائل تهديد وشتيمه، وبعد فتره لقى ليز بتتصل بيه وتشتكي له ان كاري كمان بتبعت لها رسائل تهديد على موبايلها. والحقيقه ان ديف وليز كانت علاقتهم بدات تتلاشى تماما، لان الموضوع ده لما حصل ما بقاش يرجعوا يتكلموا تاني. ولكن لما رسائل بدات تيجي لليز، رجعت هي وديف يتكلموا تاني، ورجعوا يخرجوا مع بعض. واوقات كتير قوي لما يكونوا سوا يتبعت لهم
رسائل تهديد من كاري على فون كل واحد فيهم، يعني تقريبا الاتنين كان بيجي لهم رسائل في نفس الوقت. ليز وديف ما كانوش فاهمين هي عايزه ايه بالظبط، وخاصه ان ديف كان قطع علاقته بيها تماما وبدون اي اسباب واضحه، فما كانش في اي سبب ان هي تفضل تبعت رسائل فيها تهديد وشتيمه. وفي يوم من الايام ليز رجعت بيتها لقت كلام مكتوب على الحيطه فيما معناه يعني انها خطافه رجاله، وهنا ليز بدات تدرك ان الموضوع خرج عن السيطره، واشتكت لديف اللي ما كانش عارف يعمل ايه، وكان شايف انسب حل ان هو يبعد عنها خالص، بحيث ان كاري تشوف ليز بعدت عن ديف فما تبعت لهاش رسائل. ولكن كاري المجنونه فضلت برضه ورا ليز، ومره من المرات ليز رجعت بيتها لقت البيت بيتحرق، انهارت تماما واتصلت بديف وقالت له ان بيتها اتحرق وحيواناتها الاليفه الاربعه اتحرقوا جوه البيت، كلبين وقطه وتعبان. وقالت كمان لرجال الاطفاء ان الحريقه دي بفعل فاعل وهي عارفه مين اللي عملتها، وقالت لهم ان اسمها كاري المجنونه. ديف دخل في حاله صدمه وكان صعبان عليه جدا اللي بيحصل لليز، وكان خايف ان كاري المجنونه تيجي تنتقم منه هو كمان. بس السؤال هنا هو اصلا عمل ايه عشان يخاف؟ الموضوع ما كانش مستاهل كل ده ابدا، ولكن على سبيل الاحتياط اشترى مسدس. حركات كاري المجنونه دي استمرت لمده 2.5 سنين، وخلال الفتره دي ديف وليز اتبعت لهم اكتر من 4000 رساله واكتر من 15000 ايميل. ديف كان اوقات كتير قوي بيكون قاعد في بيته وبيعمل حاجه ويلاقي رساله جايه من كاري باللي بيعمله، يعني من الاخر حد مراقبه. ومرات تانية يلاقي عربيتها ماشيه وراه. ديف كلم الشرطه كتير بس كان ردهم ان ده اثر انتهاء علاقه، وطالما مفيش هجوم عليك او ضرر كبير فخلينا نتحمل جنان الستات وكلها يومين وتنسى والامور ترجع لطبيعتها مره تاني. بعد 2.5 سنين من الصبر في محققين 2 قرروا ان هم يمسكوا القضيه الغريبه دي ويشوفوا لها حل، وبعد البحث وربط الاحداث ببعض المحققين اكتشفوا حاجات غريبه جدا. اولها ان كاري دي اللي كانت بتبعت رسائل تهديد محدش شافها من 2.5 سنين، لا اصحابها ولا اهلها ولا حتى ابنها، والمفروض انها كانت تحضر فرح اخوها من 2 ولكن ما جاتش ولا حتى اتصلت بيه. لا وكمان والدتها قالت للشرطه لما جت تسال عنها انها بلغت عن اختفاء بنتها من نوفمبر 2012 بعد ما بعتت لها فجأة انها هتسافر لمدينة تانية عشان جالها شغل جديد وتبقى ترجع لابنها لما تبقى تظبط دنيتها وتلاقي شقة مناسبة. وقتها الشرطة قالت انها شخص بالغ وعندها كمان تاريخ في المرض النفسي، واتشخصت قبل كده بالاكتئاب وبالاضطراب، يعني ببساطة ممكن تكون وقفت الدواء وحالتها اتدهورت عشان كده هربت واختفت. والدتها دايما كانت بتقول انها ما هربتش وتهرب ليه وهي عندها وظيفة كويس وبيت مستقر، وفوق كل ده هي بتحب ابنها جدا ومستحيل تسيبه. المهم ان المحققين استغربوا ازاي بتبعت رسائل من تليفونها وايميلات باسمها، ولكن طول المدة دي ما استخدمتش حسابها البنكي ولا مرة. وسألوا نفسهم سؤال، هل ممكن شخص بالغ يعيش حياته بدون اي فلوس رغم اصلا ان الحساب البنكي فيه فلوس كتير؟ كمان حتى انها ما ظهرتش ولا مرة على حسابها على التواصل الاجتماعي، ده شيء غريب شوية وبيثبت ان في حاجة غلط. ومن هنا والمحققين قرروا ان كل واحد فيهم يمشي في طريق، واحد هيحاول يثبت ان كاري لسه عايشة وهربانة وده اللي محدش قدر يعمله، والمحقق التاني هيحاول يثبت انها ماتت، ودي النظرية اللي كانت كل الأدلة بتدعمها. بس ثانية واحدة، طيب لو دلوقتي حقيقي كاري ميتة فعلا فمين اللي بيبعت رسائل لديف وليز؟ وفي وسط ما المحققين قاعدين يفكروا في القضية ديف اتصل بيهم وقال لهم ان المسدس بتاعه اللي كان بيشيله معاه اختفى، او بمعنى اصح اتسرق. وليز دخلت في نص الكلام وقالت لهم انها شاكة في ايمي زوجة ديف السابقة. ايمي دي انتوا اول مرة تسمعوا اسمها، ولكن هي زوجة ديف اللي هو انفصلوا عن بعض وهي ام اولاده، ولكن ما كانش في علاقة تواصل بينهم قوية. وليز قالت ساعتها ان ايمي دي مجنونة جدا وممكن تسرق المسدس عشان تنتقم منه. ومن هنا بدأت القضية تاخد منعطف تاني، وليز سابت كاري خالص وبدأت توجه كل الاتهامات لإيمي، وقالت ساعتها ان إيمي هي اللي سرقت المسدس وانها متأكدة 100%. لا وكمان راحت قدمت شكوى ضدها انها شاكة ان هي اللي كانت بتبعت رسائل وبتضايقهم طول المدة اللي فاتت. والشرطة كانت فعلا بدأت تشك، بس مش في إيمي زي ما هي متوقعة ولا في كاري زي ما انت متوقع، لا بدأوا يشكوا في ليز نفسها، وحطوا افتراض ان ممكن تكون ليز من 2.5 سنين بعد ما عرفت ان ديف بيخرج وبيشوف واحدة غيرها واصغر منها الغيرة اتملكت منها فراحت لها وقتلتها وسرقت موبايلها، وهي اللي بتبعت الرسائل دي ليها ولديف وبتلوم كاري. وممكن تكون كمان هي اللي كتبت على حيطان بيتها، ومش بعيد تكون هي اللي حرقت بيتها بنفسها واتهمت فيه كاري المجنون. والاحتمال الاكبر ان كاري مش مجنونة ولا حاجة، ولا
ولكن هي واحده عاديه جدا خرجت مع ديف فتره معينه وبعد كده ما بقوش يشوفوا بعض تاني. وده الافتراض اللي حطوه المحققين، لكن ما كانش عندهم اي دليل ياكد الكلام ده، لان اللي عامل نفسه كاري شكله شخص مش سهل وذكي جدا وقادر يغير الاي بي بتاعه. عشان كده المحققين مش قادرين يوصلوا لمصدر المعلومات اللي بتبعت الرسائل والايميلات، مش عارفين يعرفوا المصدر فين. وفي ديسمبر 2015 اتصلت ليز على الشرطه وقالت لهم ان في حد ضرب نار عليها واتصابت في رجلها. الشرطه جت بسرعه وخدتها على المستشفى، وهناك قالت لهم ان ايمي هي اللي ضربت عليها نار. الشرطه راحت فعلا وقبضت على ايمي واستجوبتها، ولكن ايمي لحسن حظها كانت اليوم ده مع اصحابها في عيد ميلاد، فكان عندها اكتر من شخص يثبت ان هي كانت موجوده في الوقت ده في اليوم ده. فطبعا المحققين هنا استغربوا جدا وقالوا معقول تكون ليز اطلقت النار على رجلها عشان تتهم ايمي؟ وهنا المحققين قرروا ان هم يحطوا خطه عشان يخدعوا ليز ويخلوها تعترف بكل جرائمها بنفسها. الشرطه راحت لليز وقالت لها ان احنا مصدقينك وشاكين فعلا في ايمي، بس مش معانا اي دليل، فلو تعرفي تساعدينا وتخليها تعترف يبقى كتر خيرك. طبعا ليز شافت ان دي فرصه وجات لها لحد عندها، عشان كده بعد ما مشيت الشرطه دخلت على ايميل مزيف وكتبت على اساس انها ايمي، وبعتت لنفسها وقالت في الرسالة دي انك تستاهلي كل اللي بيحصل فيكي عشان عايزة تاخدي مني الراجل اللي بحبه، وان انا ضربت عليكي نار في الحديقة، لا وكمان قتلت كاري وضربتها 3 مرات بالسكينة وبعدها حطيتها في كيس زبالة، فلو انت مش عايزة مصيرك يبقى زيها ابعدي عن ديف احسن لك. ليز طبعت الايميل ده وخدته للشرطة، ولكن الشرطة طبعا قالت لها ان ده مش كفاية وان احنا محتاجين دليل اقوى، يعني حاجة ملموسة زي السكينة اللي طعنت بيها كاري جثة او المسدس اللي ضربت بيه نار عليكي او اي حاجة ملموسة. فرجعت ليز للبيت وفضلت تكتب رسائل تانية بس المرة دي بالتفاصيل الدقيقة، وازاي قتلت كاري فين وليه، وحتى قالت ان الجريمة دي كانت في السيارة بتاعة كاري. الشرطة لما استلمت المعلومات دي قالت لها هو ده الكلام، روحي انت بقى ارتاحي دلوقتي وما تقلقيش واحنا هنقبض على ايمي ونريحك منها خالص. وبدأ المحققين والشرطة التحقيق بالفعل ودوروا على سيارة كاري وفتشوها ولقوا فعلا فيها بقع دم تخص كاري تحت كرسي السواق. والمفاجأة بقى ان هم كمان لقوا بصمات لليز، وبقى كده عندهم دليل قوي ان ليز هي اللي كانت ورا كل الجرائم دي. عشان كده قبضت عليها وتوجهت لها، ولكن طبعا ليز انكرت كل التهم. وبعد تحقيقات كتير وبحث كتير الشرطه لقت كل المعلومات ولقوا الصور اللي كانت بتبعتها عن طريق الايميلات، وقدروا ان هم يثبتوا ان هي كانت طالعه من اجهزه كمبيوتر وموبايل خاصه بليز. المهم ان هو بعد ما اتقبض على ليز ديف بدا يربط الامور ببعض، وقال ان كل ما علاقته بليز تتلاشى تظهر كاري بشكل اقوى، والغريبه بقى انها كانت بتهدده بليز، يعني مره تبعت له انها هقتلها ومره تبعت له اني خطفتها، ده رغم ان هو ارتبط باكتر من واحده تاني بعدها، ولكن التهديد والتركيز كان بس مع ليز. بس كاري او اللي كان فاكر انها كاري كانت بتستهدف ليز بالتحديد وحطاها في دماغها، وكان كل مره بيكلم ليز عشان يطمن عليها وكانت بتصعب عليه جدا. ديف ما كانش مصدق في البدايه عشان كل الرسائل اللي كانت بتوصله كمان ساعات رسائل ليز وهي قاعده جنبه، يعني كانت ازاي بتبعت رسائل وهي قاعده جنبه. ولكن اكتشف بعدها ان هي عامله تطبيق لجدوله الرسائل، وانها كانت بتقضي 40 ساعه في الاسبوع تبعت رسائل، يعني وظيفه بدوام كامل، ده غير كمان مشاوير المراقبه. المهم ان القضيه دي كانت صعبه وغريبه عشان مفيش لا جثه ولا سلاح جريمه ولا حتى مسرح للجريمه، والحكم فيها تم بناء على الايميلات، حوالي 20 او 30 ايميل مزيف كلهم باسم كاري اللي اتبعتت منها رسائل واللي لقيوها على جهاز ليز. كمان حاجات كاري وبصمه ليز اللي احنا حكينا عنها قبل كده. ليز اتقبض عليها وتم اتهامها بقتل كاري من الدرجه الاولى، الكلام ده تحديدا في 22 ديسمبر 2016، واتحكم عليها في 2017 بالسجن مدى الحياه دون امكانيه الافراج المشروط. بس الحكايه هنا لسه ما خلصتش ولسه فيها. ليز لحد النهارده مصره انها مظلومه وانها ما عملتش حاجه، وان القاتل الحقيقي حر، وشكلها كده كدبت الكدبه وصدقتها، علشان ليز بتحاول تبعت لكل الصحف والمراسلين المهتمين بالقضيه لانها يعتبر لسه مفتوحه لحد ما يلاقوا جثه كاري، وقالت لهم انها مش هتتوقف عن القتال لحد ما يتم اطلاق سراحها والعثور على القاتل الحقيقي. وخلاص كده انتهت قصه ليز، او مين عالم يمكن تكون كاري فعلا هربت بجد واتقتلت مثلا على ايد حد تاني، او يمكن حتى ما اتقتلتش خالص. قول لنا توقعاتك ايه في القضيه دي، ولو عندكم قصه اكتبوها لي وان شاء الله نعملها الحلقه الجايه. ولو انتم مهتمين بالقصص يا ريت تشترك في القناه وتعمل لايك وشير، واشوفكم القصه الجايه، والسلام عليكم.